اول حاجة هبدأ بيها بسكوت النشادر، وده مش عشان بحبه لا سمح الله ولا حاجة، لا ده عشان الحاج صاحب البيت هو اللي عايز كده. المهم، اول حاجة السمنة والسكر مع بعض في بولة وبالمضرب لحد ما يبقى كريمي. تعالوا بقى اقول لكم ايه علاقة مخبوزات العيد بالمصيف. بصوا، انا حد مش بحب الزحمة خالص، يعني ماليش في المطاعم والكافيهات والاجواء اللي فيها ناس كتير. فقبل ما اسافر لازم اجهز حاجات لقعدتي بالليل على البحر. اول حاجة بدور على مكان ما فيهوش ناس كتير، واخد قهوتي ومعاها اي حاجة من اللي بنحضرها واللي لسه هنحضرها، وان شاء الله هنفتح لايفات من هناك مع بعض ونعيش الاجواء دي سوا. وبعدين هنزل بالبيض بيضة بيضة، وكل بيضة هنزلها هحط لها الفانيليا لحد ما تختفي تماما ولحد ما اخلص الكمية كلها. وحطيت طبعا ذرة الملح علشان عارفين اي حلويات لازم نحط لها ذرة الملح، ودي سنة. هنزل بقى بالبيكنج باودر وهضرب تاني علشان ادخله هوا، ودي تركاية مش كتير يعرفوها، واللي يعرفها مش هيقولك عليها، بس انتي عشان حبيبتي ما استخسرش فيكي المعلومة ابدا. واللي نسيت تعمل اللايك انزلي حطي اللايك دلوقتي، الفيديو فعلا جميل جدا ويستاهل اللايك. ونخلت الدقيق وشلت المضرب تماما وهشتغل بايدي، ولاحظوا حركة ايدي، طريقة العجن مختلفة تماما. انا بس بدخل المكونات كلها جوه بعضها، وكل مخبوزات العيد هتتعجن بالطريقة دي ان شاء الله. واكتبولي في الكومنتات بتسافروا امتى، انهي شهر بتحبوا تسافروا فيه، ولو في حد منكم بيعمل الطقوس الغريبة اللي بعملها دي ولا انا بس اللي بعملها، ولو حد عنده طقوس غريبة غير دي يكتبها لي برضو في الكومنتات. ولحد هنا الامور ماشية تمام. هحط بقى نص كوباية اللبن الدافي على معلقة النشادر وهعجنهم بنفس الطريقة. انا مرضتش استخدم العجان عشان تعرفوا طريقة العجن بالظبط بتبقى ازاي. هفضل اعجن لحد ما اتأكد ان كل المكونات دخلت جوه بعضها واوصل للقوام ده. جبت بقى صاج ودهنته زيت وركبت المكنة وحطيت العجين وبدأت أكبسه كويس جدا. العجينة اللي بتخرج منه برجع أحطها تاني. ليه؟ علشان أتأكد إن العجينة بتطلع متماسكة ومش مقطعة، كده هعرف إنها مكبوسة كويس جدا. وهنا بقى مرضتش أسرع الفيديو علشان تشوفوا طريقتي في أخد مقاس البسكوت، وهبدأ أمشي المكنة من غير ما أشد العجين. انا بحب البسكوتة تكون صغيرة، يعني تكون مقاس الاربع صوابع بتوعي، وبكده بيطلع كله مقاس واحد. طيب لو انتي عاوزة البسكوتة اكبر شوية، بدل ما تقفلي صوابعك افرديهم شوية، يعني افتحي صوابعك وكده هيكون نفس الطول ان شاء الله، بدل ما تقعدي تقطعي وتسوي بالسكينة. شايفين كله طالع ما شاء الله مقاس واحد. التسوية بقى هتكون ازاي؟ انا بسوي في فرن البوتاجاز العادي اللي هو زي عند اي حد فيكم. طبعا كلنا بوتاجازاتنا بيكون فيها مجرى كده للصاج، انا بستعمل المجرى التانية من فوق، يعني هي بتبقى المجر تحت بعضها، انا بستعمل التانية من فوق من عند الشواية. وبشغل الفرن على 180 ومش بشغل الشواية خالص، وعلى قد ما اقدر بتابع البسكوت من بره الفرن لانه بيكون عامل زي الكيك بالظبط، لو فتحتي عليه قبل ال10 دقايق هيهبط منك. حطيت البسكوت في الفرن وهبدأ بقى اعجن الكحك، وده اسهل بكتير من البسكوت. يلا بينا على المقادير. معاكي الورقة والقلم؟ طب اكتبي ورايا. هتجيبي كوباية فاضية وتحطي فيها معلقة كبيرة سكر وكيس خميرة وربع كوباية مية دافية. هقلبهم مع بعض كويس جدا واغطيهم واسيبهم على جنب لحد ما العجينة تخمر وتطلع الفقاقيع بتاعتها، واكون انا عجنت كمان. وعلى ما تتم عملية التخمير اكون انا خلصت عجن ان شاء الله. معايا بقى كيلو دقيق، ولازم يكون دقيق فاخر وده لكل المخبوزات بتاعة العيد، وعليه ربع كيلو نشا. وما تستغربيش، ده سر الكحك، اقسم بالله ما في حد هيقولك عليه. كل الناس فاكرة ان النشا بينشف العجين او هيخلي الكحك ناشف وبيقرمش، لا الكلام ده غلط جدا. تعالوا اقول لكم بقى على معلومة مهمة جدا. النشا في المخبوزات
بيطريها جدا ويخليها بتدوب، لكن في الزيت والتحمير بيخليها مقرمشة. ودي قاعدة في المطبخ، يعني لما احب اقلي بطاطس واخليها مقرمشة ممكن احطها في النشا، او لو عايزة اقلي سمك ممكن برضو احطه في النشا. لكن لما احب اعمل كحك وبسكوت وعايزاهم دايبين، البسكوت طبعا لا، علشان البسكوت لازم يكون ناشف شوية، لكن لما اكون بعمل كحك وعايزاه يكون دايب بحط له نشا. واوعي تنسي ذرة الملح. هنزل بمعلقة كبيرة سمسم ومعلقة كبيرة ريحة كحك، وعليهم نص كيلو سمنة مقدوحة، ولازم تفور كده. وهقولك بقى على تركاية للسمنة. السمنة لو انت سيحتيها من قبلها بيوم على اساس ان انت تجهزي للكحك، وبعدين جيتي تاني يوم بعد ما بردت السمنة تقدحيها، ده بيكون خطر جدا على الصحة. فانا بعمل ايه؟ كلنا بنجيب الزبدة وبنسيحها لسمنة. طيب انا بجيب الزبدة وبسيحها في الوقت اللي انا هحطها فيه حالا على الحاجة بتاعتي، على المكونات التانية بتاعتي. يعني بحضر الدقيق والنشا وكل المكونات بتاعتي، والسمنة على النار بتتحول من زبدة لسمنة. اول ما السمنة بتاعتي خلاص اتحولت، هي كده كده اوريدي سخنة، باخدها فورا على العجين بتاعي. لكن ان انا اعملها من بالليل وبيتها وبردها وتاني يوم اقدحها، ده خطر جدا. هنزل بقى بالسمنة اللي انا لسه مسيحاها حالا على المكونات بتاعتي. وفي المرحلة دي ارجوكي اوعي تستخدمي ايدك، بالمعلقة لحد ما تبرد. السمنة بتكون بتغلي وخطر جدا على ايديك. افضلي قلبي فيها بالمعلقة لحد ما تبرد تماما. بعد ما تبرد تماما ابدأي بسي فيها بين كفوفك لحد ما تحسي ان هي دايبة دوب كده. واخر حاجة هنزل بالخميرة، وهنا اوعي تعجني، بس دخلي كل المكونات جوه بعضها زي ما كنا بنعمل في البسكوت. غطيت بقى العجين بتاعي واخدت منه حتة صغيرة علشان انضف بيه الصاج. هبدأ بقى ادور الكحك، وانا علشان كله يطلع مقاس واحد انا بستخدم الميزان. انتي طبعا مش لازم تعملي كده، بس انا برتاح نفسيا لما كل الكحك يطلع مقاس واحد. انا بشتغل على 20 جرام، بحب الكحكاية صغيرة. الستاندر في المحلات 25 جرام. تمام. دورت الكحك وهبدأ استخدم البصامة، والكحك ما شاء الله طالع زي العسل. الكحك ده ما يتحشيش لانه ناعم جدا جدا جدا. طيب لو انت عاوزة الكحك ده تحشيه ملبن، عجمية، اي حاجة، هتبدأي تستغني عن النشا، لان النشا هيخليه دايب وهيخلي الحشو بتاعك يطلع من قلبه وممكن يسيح في الفرن. طيب هتعملي ايه؟ هتستغني عن النشا وهتزودي ربع كوباية مية. اذا كل الكمية بتاعتك هتبقى نص كوباية مية. دخلت بقى الكحك الفرن، وهو نفس تسوية البسكوت، نفس الرف التاني من فوق، والحرارة 180. الفرق الوحيد ان البسكوت بياخد 10 دقايق، انما الكحك بياخد من 20 دقيقة ل 30 دقيقة. تمام. حطيت الكحك وطلعت البسكوت. شوفوا بقى التسوية، كله ما شاء الله واخد نفس اللون، لانه بعيد عن النار فواخد توزيع حرارة الفرن. وعلى فكرة انا بوتاجازي ما فيهوش مروحة توزيع للحرارة، يعني زي افرانكم. انتي بس واحدة واحدة كده في فرن بوتاجازك وهيطلع معاكي اجمل من كده. واللي سرحت ولسه ما حطتش اللايك، انا شايفاكي انزلي حطي اللايك. طلعنا البسكوت والكحك في الفرن، اوعوا تتلخبطوا بقى لحد ما الكحك يستوي. تعالوا نعمل شوية بيتي فور دايبين دوب. انا مش عاوزاكوا تتوهوا مني. احنا كده خلصنا البسكوت خالص وسويناه وطلعناه، وحطينا الكحك في الفرن. يلا بقى على المقادير، يلا بينا. كيلو ونص دقيق، نص كيلو نشا، واحنا اتفقنا ان النشا بيخلي الحاجة طرية جدا وناعمة خالص. نص كيلو سكر بودر، كيلو زبدة، ومعايا 8 اصفر بيض، لكل صفار بيضة كيس فانيليا. اول حاجة هعملها هحط الزبدة، ولازم تكون باردة، يعني ساقعة من التلاجة لكن مش ماسكة نفسها، يعني الزبدة ساقعة وطرية.
قطعتها بالسكينة عشان تكون سهلة على المضرب وما يتكسرش، ونخلت عليها نص كيلو سكر بودر، وبدأت بالسرعة البطيئة لحد ما اخلطهم مع بعض علشان السكر ما يطرش، وبعدين عليت السرعة وفضلت اضرب حوالي 10 دقايق. تخيلوا بقى شوية البيتيفور دول مع قهوتك وبحرك وجوك ومعاكي شوية كحك او شوية سابليه وفيروز شغالة جنبك. تخيلوا بقى الجو والخيال العالي. ومش بس كحك وبسكوت، ده احنا لسه هنعمل سناكس كتير جدا للحظات اللي زي كده. وبالنسبة للكحك والبسكوت مش بس اللحظات بالليل بقى وفيروز وعلى البحر، لا، ساعات كتير بنزهق من الفطار وبنحب نجدد، فممكن ناخد كيكة وشاي بلبن، بسكوتة وشاي بلبن. فبينفع في كل الأحوال وبيسهل عليكي ساعات بيبقى عندك يوم طويل يبقى الفطار خفيف. فضلت اضرب في السكر والزبدة لحد ما بقوا كريمي، ركنتها بقى على جنب وبدأت أفصل البيض. لو انت بطيئة في العملية دي حطي الزبدة والسكر اللي ضربناهم في التلاجة علشان ما يبردوش منك في الجو الحر ده، لأن لو الزبدة بردت شوية أو هديت أو خدت من حرارة الجو هتلاقيها فصلت، فحطيها في التلاجة لحد ما تفصلي البيض. أنا جبت لكم الكبشة الطويلة دي الكبيرة والواسعة ديت علشان تعرفوا ان انتوا ممكن تعملوا 4 بيضات مع بعض مرة واحدة. وهنا بوريكم ليه مستخدمة الكبشة الكبيرة دي. انت ممكن تفصلي بيضة بيضة زي انا ما عملت في الاول، لكن لو عندك واحدة كبيرة زي دي هتحطي البيض على مرتين. خلصت البيض وفصلته وحطيت عليه الفانيليا، وهبدأ انزل بيهم واحدة واحدة برضو. كل ما اللي انا بنزلها بتختفي هنزل باللي بعدها على طول، وهكذا لحد ما اخلص كل الكمية. سبتكم بقى ترتاحوا شوية مع الموسيقى الهادية ومش حرماكم من حاجة. تعالوا بقى عشان ننزل بالدقيق. نخلت الدقيق وحطيت النشادر في النص، يعني نخلت نص كيس الدقيق وحطيت النشادر، وبعدين نخلت النص التاني، وبعدين نزلت بالنص كيلو دقيق اللي كان في الطبق. وبنفس طريقة العجن يا دوبك بدخل كل المكونات مع بعض، مش هنسى طبعا ذرة الملح. لسه مش ملاحظين حاجة غريبة في الفيديو؟ في حاجة مختلفة في الفيديو، اللي يعرفها ينزل يكتبها لي في الكومنتات ويقول لي لاحظها في الدقيقة الكام، وانا هقول لكم عليها في اخر الفيديو.
انا قلعت الجلافزات علشان العجينة كانت لينة جدا فكانت بتلزق فيها. غطيت بقى العجينة وحطيتها في التلاجة لمدة نص ساعة علشان ترتاح وتمسك في بعضها. جبت الصاج وما دهنتوش اي حاجة، وما تخافوش مش هتلزق، هي فيها دهون كفاية جدا. هسيبكم بقى تريحوا اعصابكم كمان شوية مع موسيقى هادية وانتوا بتتفرجوا على طريقة التشكيل. رجعت لكم تاني وادي الكحك استوى. شايفين لونه ولا ريحته؟ جنان تحفة بجد، قلب ريحة البيت كلها، ريحة ونعومة. اخد حوالي 25 دقيقة كده في الفرن، بس اكيد الوقت هيختلف من فرن لفرن. واخر حاجة هنعملها السابليه. خلينا مركزين، احنا كده حطينا البسكوت اول حاجة، الكحك استوى، البيتيفور كده في الفرن، واحنا بنعمل السابليه. خليكم ماشيين معايا بنفس الترتيب. السابليه انا بعمله نفس مقادير البيتيفور بالظبط ونفس طريقة العجن. الفرق الوحيد اني انا بزود ربع كيلو دقيق على كل المقادير. ليه؟ علشان العجينة تمسك نفسها وانا بفردها، لانها ملهاش مكنة ولا حاجة، لازم تتفرد بالنشابة. هتستمتعوا قوي وانتوا بتعملوه، هتحسوا انكم كده بترسموا لوحة فنية. جبت بقى المفرد السيليكون وحطيت العجينة عليه، وحطيت عليها كيس بلاستيك علشان اعرف افردها. في ناس بتفرد بين ورقتين زبدة، بس انا مش بحب كده، لان ورق الزبدة بيسحب منه الزبدة اللي جواه او الدهون اللي جواه فبيطلع ناشف. فبفرده على السيليكون وكيس شفاف علشان اشوف سمكه قد ايه. طيب هو المفروض اصلا سمكه يبقى قد ايه؟ سمكه تقريبا بيكون 1 سنتي. وبعدين بجيب البصمات دي هتلاقوها عند اي حد بتاع مستلزمات حلواني. عملت بقى شكل القلب وشكل الوردة والدايرة العادية. في شكل منه ممكن تعملوه واحدة مقفولة وواحدة مفتوحة.
يعني بتخرموها كده من النص. هتفهموا ليه واحنا بنشكل، وهعرفك احنا ازاي بنقدر نشكله، وهتشوفي حاجات كتير قوي هتستمتعي بجد. ها، عرفتوا الحاجة المختلفة ولا لسه؟ الفيديو قرب يخلص ومحدش كتب في الكومنتات حاجة. قولولي ايه الحاجة المختلفة عشان خلاص الفيديو بينتهي. البيتي فور استوى، بياخد حوالي 7 دقايق بس في الفرن، برضو على المجرة التانية من فوق، ولا حاجة من دول بشغل لها الشواية. وتقريبا كده اللي بيتعمل بالقمع غالبا مش بشكله، يعني مش بحط له مربى من جوه وشوكولاتة وكده، بحب اكله سادة، لكن بشكل اللي بيبقى معمول بالمكنة. هنحط بقى مربى مشمش، وننزل في الشوكولاتة البيضة او الدارك على حسب ما بتحبوها. الشوكولاتة متسيحة ازاي؟ متسيحة في الميكرويف وعليها معلقة زيت بس، وهبدأ بقى اشكله كده واحدة واحدة. السابليه كمان طلع من الفرن وبنفس طريقة التسوية، مفيش اي اختلاف معايا. التزيين بقى بتاع السابليه، البيتي فور احنا بنحط له مربى مشمش، يعني سهل جدا، وشوكولاتة، ولو عايزين بقى مكسرات او سوداني او كده. لكن السابليه قلنا بنرسم لوحة فنية. معانا بقى بديل النوتيلا وبديل اللوتس،
ومعانا بقى شوية مكسرات وشوية سبرينكلز وشوية حاجات حلوة كده هنشكل بيها. اخدت واحدة وحطيت لها في النص بديل اللوتس وهقفلها، وبعدين هنزل بيها في الشوكولاتة الدارك واحط لها في النص بندقة. وبعدين اخدت شكل القلب وحطيت في النص بديل اللوتس ونزلت بنصها بس في الشوكولاتة وحطيت قلب ابيض زي قلوبكم كده. ودي الصوابع اللي بتشتروها بالشيء الفلاني، مفيش اسهل منها. شكلتها من العجين اللي فضل. مش بقولك هتستمتعي جدا، هتحس انك بتلعبي كده. وادي الشكل التاني اللي برضو بتشتروه بالشيء الفلاني. جبت اسطمبة كده وحطيت شوكولاتة ودخلتها في الفريزر تتجمد، وبعدين طلعتها وحشيتها بديل لوتس وبديل نوتيلا، وحطيت بقى شوية سبرينكلز وشوية شوكولاتة ملونة وحاجات حلوة كده. وبعدين رجعت غطيتها بالشوكولاتة تاني ودخلتها الفريزر عشان تتجمد. الحاجة طالعة بسم الله ولا قوة إلا بالله. كل حاجة طالعة تبارك الرحمن أحلى وأنضف من الجاهز بكتير جدا. تعال أقول لكم إيه بقى المختلف. هدومي أنا عاملة كل صنف بهدوم مختلفة على أساس إن كل واحد هينزل في فيديو لوحده، بس حبيت يكون مرجع واحد ليكو في كل الأصناف. يا جماعة والله أنا بتعب جدا علشان أطلع لكم فيديو زي ده، فما تبخلوش وتنسوا تحطوا اللايك. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.